السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة أم خولة. كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. مبروك عواشركم. جيت جبت لكم طريقة تحضير الرز بالكروفيت والخضرة، كيجي لذيذ بطريقة مبسطة وسهلة. نتمنىكم تتبعوا معايا الفيديو حتى الاخر. نتسنى الدعم ديالكم والاشتراك. ندوزو للمقادير وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. بالنسبة للتتبيلة اللي غادي نتبلو بها الكروفيت مع الخضرة، كناخدو طبسيل كنوضعو فيه الملحة، كاين الصوجة، كاين الطماطم المصبرة، كاين زيت الزيتون، كاين الخرقوم، كاين البابريكا، كاين الزعفران، كاينه شويه د العطريه ديال الحوت، الا ما كايناش معليش. كاين ضامه ديال الزعفران، كنخلطوا العناصر مزيان، كنزيدوا عليهم المعدنوس، كنتبلوا الكروفيت بعد ما نقيناه، كنزولوه وكنوضعوا الخضر. بالنسبه للخضر كاين الجلبانه، كاين البطاطا، كاين البصله، كاين الجزر بعد ما رققناه مرقق. كنزيدوا عليهم الرز بعد ما غسلناه 3 ديال الغسلات. كنتبلوا جميع العناصر بهذه التتبيله اللي ذكرناها. كناخذوا الكسكاس، كنوضعوا فيه طبقه نتاع الخضره مع الرز، كنديروا الكروفيت وكنزيدوا من الفوق طبقه نتاع الارز مع الخضره. بعد ما فار الارز مع الكروفيت، كنزولوا الكروفيت لانه طاب ربع ساعه ولا، وكنرجعوا الخضر تفور المره الثانيه باش يبقى الارز مفرز. بهذه الطريقه كيبقى مفرز، ما كيجيش معجن. كنزيدوا عليه واحد شويه ديال مطيشه نتاع الحك وكنرجعوه يفور. بعد ما طاب الارز ديالنا كنديروا الكروفيت من الفوق باش كيبقاو شاد السخونيه ديالو. حتى كنبغيو نحضروه في طبق التقديم. راكم عارفين مع هذا البرد كل شيء خصنا نحطوه سخون. هذا هو الطبق ديال اليوم. تمنينا الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش عليا باللايكات، الاشتراك، ومبروك العواشر.